السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض بلح الشام. ازاي نعمله يطلع معانا مقرمش ويبقى احسن من اللي بنشتريه من بره، ومن غير بيض كتير، هي بيضة واحدة بس. مش هتشم فيه ريحة اي بيض، لان احنا عملناه بيضة واحدة. بسم الله ما شاء الله، تحفة. هنشوف عملناه ازاي. اول حاجة هنبدأ بيها الشربات. انا معايا كوبايتين هنا من السكر، هضيف عليهم كوبايتين من المية، معايا نص ليمونة هنا، هنضيف عصرة ليمونة كده بسيطة، ما تكتريش من الليمون. وهنبدأ كده نقلب. حاولي تخلي التقليب كده في النص. هو كده السكر مش هيدوب معاكي، احنا هنرفعه على النار وهنقلب كده بالراحة لحد ما السكر يدوب معانا. انا هقعد اقلب لغاية لما الاقي السكر كده داب خالص بالشكل ده. هسيبه يغلي على النار لحد ما عايزين قوام الشربات يكون معانا تخين. هنا انا معايا 3 كوبايات من الدقيق، كوبايتين دقيق، والكوباية التالتة هكملها بالنشا، كوباية الا ربع، يعني 3 كوبايات الا ربع من الدقيق. هضيف عليهم 3 معالق كبار من النشا. بعد ما حضرنا الدقيق والنشا وخلطناهم كده حلو كده، تمام، جاهزين معانا. معايا هنا طاسة هنضيف فيها 3 كوبايات من المية. دي التانية، ودي الكوباية التالتة. هنضيف عليهم ربع كوب من الزيت، وهنضيف 3 معالق كبار من السكر. الكل كوباية من المية ليها معلقة سكر، معلقة كبيرة من السكر. ومعايا هنا رشة ملح. وهنبدأ كده نرفعهم على النار. هنستنى عليهم لحد ما يغلوا معانا بالشكل ده. وأول ما أبدأ أضيف الدقيق هكون هديت النار عليهم، وهنزل كده بالدقيق، وهبدأ كده أقلب فيهم، بس عايزين يكون تقليب سريع شوية. هتهرسي الكتل دي وهتبدأ تنعم معاكي وهتبقى ناعمة. بس ما تخليش النار عالية، خلي النار هادية على الآخر. ما تخليهاش عالية عشان الطاسة ما تشتش من تحت. هنفضل كده نقلب لحد ما تنعم معانا بالشكل ده. عايزة اقولك ان السوائل اللي انا حطاها والدقيق، يعني العجينة معانا مظبوطة على الآخر كده، ولا طلعت منينا تخينة قوي ولا مهية. يعني بصي العجينة مظبوطة ما شاء الله عليها. بعد ما قلبنا كده وخلينا شكل العجينة ناعم كده وراحت كل الكتل اللي فيها، هنبدأ كده نرفع وناخدها كده نفضيها في حاجة كده تبرد معانا.
نرفعها كده من على النار، وفي اي طبق كده في اي حاجة، وتنزليها وسيبيها لحد اما ايه تهدى معانا وتبرد خالص. بالشكل ده احنا هنسيبها. هنا كانت ايه العجينة بردت معايا. انا هنا معايا بيضة. هنا هنحط بيضة واحدة، مش هنكتر بيض عشان ما تبقاش ريحته مش حلوة. وضفت على البيضة كيس فانيليا، وهبدأ كده اعجن لحد ما ادخل البيضة في العجينة. انا هنا كانت العجينة لسه دافية شوية، بس ما تعملش حاجة. كده احنا تقريبا كده بصي بقيت تمام معانا العجينة اللي اتشربت البيضة، وبس العجينة مظبوطة على الاخر. مش عايزة اي حاجة تانية. بسم الله ما شاء الله. لو معاكي كيس حلواني هتتعمل بيه، معاكي هتتعمل بيه على طول. انا هنا بعد ما خلصت بوريكم شكل العجينة معايا في دي ناعمة قد ايه ومظبوطة. بصي هنا بوريها لك تاني عشان تعرفي بس الشكل المظبوط او القوام المظبوط للعجينة. بصي هاتي عندك اي حاجة صينية كبيرة كده، اي حاجة زي كده، ودهنيها دهن الزيت عشان نقطع عليها. انا هنا معايا البلبلة دي، اللي هي اللي بتعملي بيها البيتفور، وبتعملي بيها لو عندك، لو بتعملي مثلا جاتوهات او تورت بتزيني بيها. انا ما كانش عندي كيس اللي هو الحلواني ده، مش متوفر عندي دايما، مبقاش متوفر يعني، فالواحد مش هيغلب يعني، هنعملها بدي وخلاص. وبسم الله ما شاء الله يعني كانت بتعمل بسرعة وحلوة. لو انت عندك اعملي بيها، مش شرط يعني يكون كيس حلواني معانا عشان نعمل. هتحطي كده قطعة من العجين، وهتبدأي كده بصباعك تضغطي عليها، ومعاكي مقص كده هتقطعي بيه. انت قطعيهم كلهم كده، وبعد كده ابدأي كده ايه آلية احسن يعني. حطي حتة العجينة كده واضغطي عليها بصباعك، هتطلع معاكي على طول، وقطعي بالمقص. انا لاحظت ان المقص هنا ساعات بيلزق في العجين، فهجيب كده حبة زيت في كوباية واغطس فيها المقص، مش هيلزق معانا. انا هنا وريتكم كتير يعني كذا واحدة انا بقطع قدامكم، بس عشان اوريكم انا بقطع البلبلة دي انها سهلة سهلة ومش صعبة يعني. بالعكس هي اسهل بكتير من الكيس الحلواني، بتقعدي تضغطي كده جامد عليه فبيبقى صعب. دي اسهل كتير. هنا بوريكم شكل البلح الشام. انا بعد ما قطعت كل الكمية بالشكل ده. قلت اوريكم واحدة تانية بس بقرب كده اوريكم الشكل. خلاص كده تمام. انا بعد ما قطعت بلح الشام ومعايا الشربات هنا كان برد، فبوريكم شكل قوام الشربات ان هو يكون يعني معانا ايه، يعني تخين مش ماهي. الزلابية بلح الشام صوابع زينب دايما يكون الشربات بتاعهم تخين مش طري، يعني مش سايل كده بالشكل ده.
هنبدأ هنا نقلي. معايا طاسة فيها زيت، انا مولعة النار لسه، والنار هادية جدا، لسه الزيت بارد. ما تسخنيش الزيت البلح الشام، يعني في الاول اول ما تحط الطاسة على طول حط بلح الشام وهو الزيت بارد. بدأ هنا يبصي ينفخ معانا، وبدأ كده ياخد لون. هنبدأ كده نقلب فيه كده على طول عشان ياخد لون من كل الجوانب، يحمر يعني من كل ناحية كده. خلاص كده تمام. شكل البلح الشام بعد ما احمر وخد لون حلو كده، باللون اللي انت عايزاه. عايزاه يبقى افتح من كده هتطلعيه افتح من كده، عايزه تغمقي شويه، بتحبي لونه يبقى محمر شويه هتطلعيه محمر شويه. انا كده طلعت كده، كانت دي اول حطه. فبعد كده هبدأ اكمل الباقي كله وارجع اوريكم كل الكميه بعد ما اخلصها. بس اوريكم اول حاجه، اول حطه اول ما حطيتها في الشربات. هتقعدي تقلبي فيه كده، لو انت عايزاه يبقى شارب شربات كتير هتستنى عليه شوية. عايزة ما يشربش منك شربات كتير طلعي بسرعة، غطاسي وطلعي كده بسرعة. هبدأ اصفي هنا واطلع كده على طبق معانا، واكمل كل الكمية بنفس الطريقة. هنا بعد ما خلصت الكمية كلها، ده كان شكل البلح الشام. هنا هكسر واحدة اوريها لكم. بصي مقرمش من برا ومن جوا طري. بسم الله ما شاء الله، يعني طعمه تحفة وشكله جميل. وبص القرمشة بتاعته من بره. وكده خلصنا الفيديو بتاعنا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوناش في اللايك والتعليقات الحلوة بتاعتكم، والسلام عليكم.